الأقصر، ودي يعتبر آخر دير من قبلي في أديرة نقادة، بس بقيت أديرة نقادة دي تبع للأنبا بيمن أسقف نقادة وقوس. ده الدير ده كان صغير جدا جدا زمان، دلوقتي ربنا بارك وحاجة يعني مش مصدقها يعني. فن حتى السور معمول بفن جميل قوي. احاول اقرب لكم الصورة شوية، حاجة في غاية الجمال. ومباني كتيرة دلوقتي. ايه يا حبيبي؟ لا ولا يهمك. ده الدير القديم اهو، بس طبعا اتوضب. هنخش نتفرج. ده مدخل الدير الأصلي. شايفين الفن بتاع الطوب والعمدان. ده دير الملاك ميخائيل قامولة. لا قامولة، الملاك ميخائيل. حاجة روعة في غاية الروعة. طبعا الكاميرا مهما كانت مش هتيجي في حلاوة الحاجة الفعلية. وبقيت واصل دلوقتي الدير بالطريق الغربي. دي البوابة اللي هي من الناحية الغربية. يا بنت حرام عليكم، يا بنت حرام عليكم. طول ما نجوم السبيش مفيش والله، مفيش حد علينا. انا هقف ممكن انزل اكتب احط الصور وتطلع وماشي. هنيجي الخاص التعمير. حاضر حاضر. عندنا دفتر قولي كذا. هشرح لك. تعال انت مع الاخ اللي جوا. ماشي. فين هو؟ هو تبعك؟ طبعا شوف. عندك لك يا استاذ. ده الهياكل. طبعا روعة روعة، شغل وفن. والأخ ده هيشرح لنا. فعلا في ناس اول مره بتيجي في حياتها. صحيح؟ بلاش بالبيت. بسم الله الرحمن الرحيم. تسليله واحده يمين. دير الملاك ميخائيل ده عارف وتركز شويه. دير الملاك ميخائيل ده بنت الملكه حملانه في القرن الرابع الميلادي. الدير ده من ضمن السبعات القدام اللي هي بنت الملكه حملانه، اللي هو اولا الملاك ميخائيل بنجاده، والجلدس اللي في الأمن السنتاس والبطة الصليب. ينتهي الملك ميخائيل هنا بقلب جمهوري. زمان الأديرة كلهم كانوا تبع أعمال جوس، كان كل جوس حتى الجمهوري كان تبع جوس زمان، لكن اتقسمت المشيات إداريا. بقي ستة تبع نيافة الحبر الدين أنبا بيمن، والدير ده تبع نيافة الحبر الدين أنبا يصاب أسقف عام الأقصر. القرية اللي فيها الدير دي اسمها قامولة. مركزين؟ القرية فيها الدير اسمها قامولة. قامولة بلد الشهيدة رفقة وأولادها الخمس. قامولة بلد الشهيدة رفقة وأولادها الخمس. عارفين الشهيدة رفقة؟ طبعا. اللي هي جسدها فين؟ صنباط. في صنباط. أساسا من هنا قامولة. زي الأم دلاجي اسمه. برضه هنا قامولة صار الأنبا الرئيس لما كان يبيع ملح وجاء السوق، وبرضه جاء قرية قامولة هنا
يعتبر على مستوى الجمهوريه دير واحد بس باسم الانبرويس موجود في قلب الجمهوريه، مفيش اديره ثاني باسم الانبرويس خالص. ايام الملك عبد الظاهر برضه. عندنا هنا في الدير كنيسه الملاك الاثريه، كنيسه الملاك الاثريه ما كانتش كده، كانت صغيره من طوب النيل. طبعا اخذت تشريح هيئه الاثار. طبعا هيئه الاثار عاوز يعمل الكنيسه الجبوه على القديم، يعني الجبوه صغيره. لكن بركه الملاك مخيل بركه سيدنا العام السابق وضعوا على مسطح الدير 7 متر. لما وضعوا ظهرت اعمده الكنيسه اللي هي الاثريه اللي هي دي، اللي هي الحريق ده الاباء اللي هم مسؤولين على الاثار القبطيه من ايام البربر. العمود ده بالذات اهو فيها اعمده جديده تكملها وفي اعمده جديده. برضه ظهر عندنا ان شاء الله لما تجوا المره الجايه في مزار تحتكم بالظبط هيتفتح ان شاء الله قريب. في مدرجات 33 سلمه تحت الارض بالعدد كده السلالم 33 سلمه تحت الارض، في بير ميه وفي مسبح وفي حجر اللي هو مفحور في النص. ايام ما كانوا القديسين يحطوه سراج زيت لغايه دلوقتي بزيته هو، يعني تلاقيه نادع زيت من بره. طب هتكسب فينا سواء مزورات؟ نعم؟ يكسب فينا سواء. هو مقفول عشان سيد قافل مقفول، فان شاء الله هيتفتح. هو جاهز بتاع خلصان يعني، ان شاء الله بركه سيدنا يديله طول العمر اهل الاسلام احنا وابونا انطونيوس ان شاء الله هيفتح قريب يعني ان شاء الله. برضه الحاجه البركه لقيناها، لقينا المذابح بحجر الجرانيت. المذابح اللي كانت فوق كانت بطوب النيل، لكن لما نزلنا تحت لقينا الحجاره عامل الجرانيت. المسبح بحجر الجرانيت. انا صورته نكمل. دي من بركه الملاك مخيل، معجزات الملاك مخيل. دي من بركات الملاك مخيل ومعجزاته ان احنا طبعا جينا كده. عندنا هنا في الدين كنيسه الملاك الاثريه لكنيسه العذراء، اقدم كنيستين موجودين في الدير. اقدم كنيستين موجودين في الدين. الكنائس اللي هي شغاله بره في التعمير كنيسه الاربع كراس، كنيسه الاربع انطونيوس، كنيسه سبعين، مقر بابوي، مسرح فرعوني، مسرح قبطي، مائده اكل، قاعه مؤتمرات، كذا قاعه مؤتمرات، مائده اكل السياحه 4000 شخص. عندنا برضه جلالي. عندنا مساحه الدين هنا حوالي اكثر من 80 فدان. عندنا هنا منارات على الصحراوي الغربي والشرقي. منارات على الصحراوي الغربي والشرقي. منارات الغربي دي اللي هو بعد من الدير هنا البوابه بتاع 2 كيلو ونص. عندنا هنا محبه الملاك مخيل، حبته مع الناس. بتكون في رحلات اتمساك ماشي على الصحراوي الغربي بيبصوا على صوره الملاك مخيل ويقول لك دول في ديرين على الطريق دي. احنا ممكن ده رئيس ملائكه وده رئيس ملائكه، ممكن ناخد الدير ده وناخد الدير اللي وراه، يعني نسيب الدير ده وناخد الدير اللي وراه، يبصوا يسيبوا الدير ده. يروحوا واخدين دير ملاك نجاتي، يروحوا واخدين دير مالدير دي صار هبار، يروحوا واخدين قلب سنتاوس، شويه ياخدوا ماريبوكتو، شويه يقولوا في دير تاني قدام الى الملاك، يروحوا داخلين تاني من هنا، يبصوا يلاقوا من نفسهم جو في البوابه الشرقيه. دي محبه الملاك مع الناس. دي محبة الملاك مخيل مع الناس. الملاك مخيل هنا كل شهر بتحصل معجزة. على طول معجزات شغالة. يعني في معجزة جات أول امبارح هنا في الدين، هنا أهو اتحكت ده في الإسكندرية، في كذا معجزة أنا هقولهم لكم. عشان الأستاذ دي ما تخبيش عنا أي حاجة هنا في الدين. وأنا مش هخبي عليكم أي حاجة. احنا عندنا السنة اللي فاتت رحلات كتير احنا في الإسكندرية جدنا فيها واحدة ست بنت كلية طب. البنت عندها مرض وحش في حتة جسمها
طبعا هي جات هنا بكت قدام صورة الملاك مخيل. البنت متحطمة أساسا، نفسيتها وحشة، مش عايزة تروح الكلية، نفسيتها تعبانة، مرض في حتة معينة في جسمها وتعبانة. طبعا من 15 يوم هي في الأوضة لما ابتدوا يقولوا الرحلات هتبتدي تاجي عشان يكتبوا اسمها تاجي. فجت الملاك مخيل وقلت لها يا ملاك مخيل أنا رحت لك لغاية عندك ولغاية بيك ما ساعدتشيني، لا تشفيني يتموتني. البنت إن هي تعبانة ونامت. الساعة 3 بالليل جاء الملاك مخيل ندى عليه يا ابن كسام يا ابن كسام يا ابن كسام 3 مرات. قال لها قومي ربنا خلاص هيفرح قلبك. وعبت الأوضة بخور والشقة وصحت بيه أمها وشغلت الزغاريد. ده مش كده وبس، طلعت على الدكتورة اللي تابع معاهم الدكاترة تاني يوم لقوا ما فيش أي حاجة عندي، عملوا تحاليل مفيش أي حاجة. جونا هنا أول امبارح حطوا هنا المعجزة قدام المذبح هنا وجابوا النظر للدير كبير بركة هنا. بالنسبة للمعجزة دي المعجزة اللي جاب من هنا شهرين. في عربية حراوي عربية تبلاها جاية من جنة فيها 3 أطفال. الصور معايا حاجات متوثقة بقولها لكم دي، يعني الناس جاي لها بوجار وجات هنا موثقة ومكتوبة ومنزلين على الجنوب. عربية تبلاها جاية من جنة بالليل فيها 3 أطفال وفيها أبو الأطفال وخالهم اللي هو السواق اسمه مخيل. خالهم اسمه مخيل. العربية جت جنب الدين هنا بشوية قبل الدين هنا ضرب فردة الكاوتش العربية اتقلبت 4 قلبات. لدرجة الأطفال الدلعين اتشالت. الأطفال عندنا الصور احنا ونزلناها على الجروب بس الفيس شال الصور بالتعويض بس نازلين المعجزة واحد يحكيها. العيال القلم ينادي على خاله مين؟ كده ينادي على خاله مخيل. هم بينادي على خاله مخيل ظهروا من بلد مخيل. فخالهم سامع ان هم حد يكلمهم. جت الاسعاف خدتهم المستشفى قعدوا في غيبوبه. يوم الثاني اتعملت العمليات برضه الملاك مخيل راحوا من واحد صاروا في المستشفى في الاقصر وجونا هنا من 20 يوم ذبحوا الذبايح بره. الدم قاعد بتاع الذبيح بره، الدم قاعد بره وجو كل واحد عملنا معاه لقاء قدام المذبح كراس وشنوده والدراعين زي ما هي. بشوف منظر الدراعين بالشارع والعظم ده مفتح منظر عندي العظم ركن مربوط بس مش هتقدروا تستحملوا. المعجزه اللي انا فيه بعد كده في معجزه هنا برضه بالنسبه للزيت. احنا بنعمل كل شهر بيمر الملاك مخيل 12 في الشهر القبطي بنعمل بيمر هنا بنصلي البيمر الاول بيتجري وبعد كده الاول رفع بخور ودوره وبعد كده الميمر وبعد كده تسبيحه وبعد كده قداس. فالزيت بتاع الميمر ده بنشيلوه في حاجه كبيره كده ونشيلوه خزينه عندنا هنا في الدير. لما بتجي رحلات نص السنه يبتدوا يوزعوه. كانت رحلات نص السنه خلاص خلصت والناس مشت خلاص وجاتنا عربيه بس ما كانش عندي جزاز كثيره. وزعت الجزاز كانت عندي الانابيب كانت خلصت. فضلت واحده ست ما خدتش جزاز الزيت. قالت معلش عاوز جزاز زيت. قلت لها معلش ايه البسكه اللي هتعمل؟ انا هديكي جبنه فيها زيت بركه وفي نفس الكيس. قالت لها معلش انا عاوز جزاز زيت. كانت مصممه يعني. فدخلنا قلت المعمودين يدوروا لي على جزاز زيت في الجنينه جزاز زيت. خدت الجزازه وبكت البوش فيها كان ايه؟ لقيت كنز وسافرت مشت. بعد شهرين بالظبط مع طفل صغير بقى في مسمار بولما نزل مسمار في بكوه. المسمار لما نزل اتصدر بالعرض هنا. خدوه على العياده الدكتور حول على المستشفى بعربيه اكسجين فورا. المسمار مش هادي عادي هو صغير بس ضربه. طبعا خلاص المستشفى جاهز اوضه العمليات خلاص المسمار مش متحرك. طبعا هو ابوه متوفى. نزلوا الاقرار للام تمضي على الاقرار الام رفضت. الدكاتره استعجلوا
ازاي دي عاوزه تعمل عمليه وازاي دي بتوجهها. بس معلش عايز اطلع اشوف ايه دي. فعلا طلعوها ما جاتهمش ليه؟ وطلعت شافت ابنها وطلعت زيت ميمه الملاك خدته من هنا عملوا لي شكل ما جه هنا قال الزيت خدوه من دي الملاك جابوا له. بعد كده ده عندي لسان الوقت ده كان عدى 3 ساعه اضطراب طبعا عنده اشعه لقوا المسمار اختفى خالص من جسم الولد يقوم في الارض والدكاتره شافوا معجزه جديده. ده الملاك مخيل. المعجزه الثانيه